يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ رجعت لكم فيديو جديد عن قريب. ان شاء الله يا رب تكونوا اشتقتولي مثل ما انا اشتقت لكم. طمنوني عنكم، ان شاء الله بخير. طمنوني عنكم يا صبايا، ان شاء الله تكونوا بافضل حال انتوا عم تحضروا الفيديو اليوم. والله اليوم يا صبايا كنت معجوقة وهيك فما عملت فطور. سلقت بيض إلي ولبنتي وعملت سندويشات على السريع، وعندي مشاريع يعني اليوم بتشوفوا كيف. يعني حطيت أول شي دبس فلفلة حد، بعدين حطيت البيض وبندورة ومخلل وشوية ملح وفلفل. كتير طيبة، يعني أنا دائما بعمل هاي الطريقة بالسندويشات، كتير كتير بتطلع طيبة. والله بعدين يا صبايا قمت اعمل لبنتي كوكتيل. هلا بنتي انا كثير بتعذبني باكل الفواكه، يعني ما بتاكل بلا اي نوع فواكه، تخيلوا، ابدا ابدا ابدا. فبعمل كوكتيل وبتجبر بخاطري هيك بشوي، يعني بتشرب لي شويفتين وخلص بس. فانا يعني بستغل هالفرصه وبحط لها يعني قد ما بقدر فوائد غذائيه بحط بقلبه. بحط لها افوكادو حبه وحده، وحطيت موز ولوز وعسل، يعني مشان ارفع لها من قيمته الغذائيه. انا بنتي عمرها 4 سنين ونص يعني تقريبا. الله يخلي لكم اولادكم يا رب. فوالله طلع كتير طيب. هالأول مرة أنا دقته الأفوكادو قلت لا ما بيزبط ومدري شو، فلما عملته بصراحة كتير طلعت طعمته طيبة. فيعني بتمنى انكم تجربوا هالطريقة، وقيمته الغذائية كتير يعني معروف. الأفوكادو بيرفع المناعة وله فوائد كتير يعني. فوالله صرت أعمله يعني كل فترة أعملها يا لبنتي. وبعدين والله هون يا صبايا خلصت شغلي بعد الفطور وبعد الكوكتيل وهيك. كنت خالصة الجلي وقاعدة عم ركن المطبخ وزبط، لأنه اليوم يعني أنا صورت لكم الفيديو امبارح كان يوم السبت، فكان عطلة بالنسبة لأختي ولأولاد أختي كمان سلفتي وولاد سلفتي. فقررنا اليوم إنه نطلع وناخد مشوار الولاد على الحديقة، بما انه نحنا يعني عايشة بالاردن بعمان. فيعني بصراحة يعني ما عنا انه نروح عند اهلنا، امي كذا ما في يعني حتى اهل زوجي كمان نصهم بالشام. فيعني نحنا هيك انه بنعمل لحالنا جو، كل فترة بنعمل لحالنا جو، بنعمل لحالنا طقوس كذا. فوالله هون يا صبايا مثل ما شايفين، قبل ما اروح قالت لي اختي تعالي عندي. اختي يعني تعتبر جارتي كتير قريبة علي، تعالي عندي بنشرب قهوة ومنروق راسنا، بعدها بنظبط وضعنا ومنحضر حالنا للمشوار. والله ورحت وشربنا قهوة، كانت قهوة كتير طيبة. نحن بنحب القهوة المرة السعودية، انتم ما بعرف شو بتفضلوا، القهوة السعودية ولا الأردنية؟ كتير طيبة يعني ما بنقدر نستغني عنها، خاصة بعد الغداء تكون وجبة هيك دسمة وتشربوا قهوة بعدها. فكتير يعني مثل ما بيقولوا بتخلي الأكل يهضم. ايه بقى ما طولت كتير عند اختي، يا دوب شربت فنجان قهوتي ورجعت لحتى كملت شغل. بعدين ركنت مطبخي، الحمد لله كان عندي طبخ لزوجي عامله قبل بنهار فاصوليا بزيت، حضرت له اكلته وبلشنا نحضر حالنا انا وبنتي ونجهز حالنا. هون قبل ما اجهز حالي حبيت شارككم مكياجاتي يعني. فبستعمل انا كريم فيتمي، ما بعرف اذا مجربينه او اذا في منه بالشام او لا. فكتير كتير بحبه والله. انا ما بحب مكياج كتير يعني وبطلص وهيك، خلص شوية كريم مع شوية بودرة وخمرة خدود وشوية مسكرة، يعني ما ضل شي. لا لا، بس انه ما بحط ايلاينر وكحل بقلب العين وهدول المكياجات اللي كتير دارجة، لا ما بحب كتير هالمكياج الطلص، هيك على الخفيف تزهيرة يعني. والله وزوجي جاب لي هذا الباكج من عطر شي كمان ريحته كتير حلوة، كمان حبيت شارككم معه. كتير كتير كانت ريحته حلوة، ومطر الإيدين كتير ريحته حلوة. وبعدين طلعت شالتي كان لونها خمري وبيجامتي لونها سودا، عم ورجيكم اياهم انه حلوين طلعوا لابقين على بعض. انا من جديد بصراحة مستلطة عليه هذا نوع الشالات، يمكن اسمه الجريب. انا كنت مستلطة على نوع الكشمير، فوالله حسه سميك يعني ويدايق. لا هذا قماشة الكريب كتير ناعمة ومهدلة يعني. والله وهون يا صبايا خلص حضرت شنطاية بنتي، عرفت حالي شو بدي اخذ لها. بتعرفوا يعني الجنينة وفيها كتير يعني تراب وما تراب، بحب الواحد ياخذ ماما محارم معطرة غيار تاني ما بعرف شو بصير معه. والله خلصنا وطلعنا، يعني ما شاء الله نحنا كنا كتار يعني، فاتفقنا مع باص وطلعنا. وهلا هيك طلعنا. هي بنت اختي وايديها تقبرني شو بحبها، كتير كتير بحبها سبحان الله. كتير ولاد الاخت يعني عزيزين على القلب، كتير كتير كتير، خاصة هيك الصغار يعني، والبنات بالذات بيعلوا بحالهم بشكل مو طبيعي.
عندهم حركات، عندهم غنج، عندهم دلع، سبحان الله. يعني البنات غير شكل، الله يحميهم يا رب. والله يا صبايا طلعنا هون وكانت الشمس طالعة وشوب كتير كتير شوب، لدرجة انه خلص يعني بدنا نلبس صيفي من كتر مو شوب. لبست بنتي صيفي بعدين لبستها يعني فوقهم لبستها جاكيت فرو، يعني بحير الجو ما بتعرف شو بدكم تساوي. ولبستها جاكيت وقلت يعني هذا بس هيك انه ما في شوب، بس انه يلا ما بتعرف شو بصير مع الواحد، هالجاكيت منيح. والله وهون يا صبايا وصلنا على الحديقة، ومثل ما شايفين الشمس طالعة والجو كتير شوب. هلا شوف شو بده يصير فينا. ما بعرف كيف هيك هالجو صاير كتير متقلب، والله كتير كتير متقلب، الحمد لله رب العالمين. هلا هون وصلنا على الحديقة. الحديقة ما شاء الله كبيرة كبيرة كتير كتير يعني ما شاء الله. فلما أنا بروح يعني بدم قاعدة على أعصابي وخاف بنتي شفتوا بالحدائق يعني الولاد بتلتهى مع الولد الثاني وكذا، فصير بدهم يعملوا تعارف بالحديقة، وأنا كتير يعني كتير مو كبيرة فكل حواسي بتكون شغالة مع بنتي، بخاف عليها يعني. والله هون وصلنا وما شاء الله الحديقة كتير كانت بتجنن، وكان الجو بجنن كتير كتير، كان حلو دافي والشمس طالعة، ويعني ما شاء الله كتير حلو. واستقبلتنا هي القطة أول ما وصلنا، كتير كانت لذيذة وجوعانة كأنه كل شوي تنوينا وهيك، هذا كان أول استقبال. ليتعي للكاتب ليتعي. ماما حاطين سيارة ناكل. اوكي ماما. اوكي. قبل أطيان. وهلا هون مثل ما شايفين يا صبايا بسم الله ما شاء الله كنا كتار يعني ما شاء الله، يعني تقريبا شي 13 شخص كبار وصغار، يعني معنا كل فئات الأعمار، الله يحميهم يا رب. والله وهون بنتي أول ما بلشت تلعب بالتراب، طبعا ما بنقدر نحكي شي لأنه يوم استثنائي، بدها تلعب وتوسخ حالها وتعمل وتساوي، فيلا خدي راحتك يا ماما بس نرجع بحممك وبغير لك ثيابك. أهم شي القهوة المرة كتير طيبة كانت والله. وقعدنا يعني هيك قعدة كانت حلوة ورايقة، وقعدنا ندردش ويعني بس سبحان الله يعني هذا المشوار الحديقة خصص حصول للأطفال، يعني مو لإلنا لحتى نقعد، خاصة اللي معه أطفال صغيرة فبدك تلعبيهم وبدك تعملي وتساوي، فالحمد لله رب العالمين الله يحميها ولا يحرمون لحدا يا رب. وهون والله يا صبايا نحنا وراجعين شافت بنتي هذا الدرع، ويعني أكيد دايقينه فهو كتير كتير طيب، فدغري يعني جبناه منه وكتير كان طيب، بحطوله بهارات جبنة وبابريكا وزيت، فطيب كتير كان والله. بعدين يا صبايا قلب هالجو صار هوا بارد 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 بشكل يعني انه ما بينقعد ابدا ابدا، برد برد. يعني احنا بنحب البرد وبنحب الهوا بس مو لهالدرجة، يعني خفنا على الاطفال، فما في قعدنا ساعتين من العصر للمغرب، حملنا حالنا ورجعنا على البيت، خفنا على الاطفال تمرض. يعني سبحان الله هالجو كيف صاير كتير متقلب والله. وكان برا يعني شوفير الباص هيك يا رب الله يجزيه الخير مشغلنا التدفئة ومظبط لنا الوضع، وطلعنا ركض على البيت. فالصبح كان الجو شوب وعبوق وكذا، فما بعرف ليش هيك الطقس، الحمد لله رب العالمين. حبينا نختم قعدتنا بالقعدة عند حماتي الله يطول بعمرها، عملنا قهوة عندها وشربنا قهوتنا عندها، بعدين آخر شي كل واحد راح على بيته. يعني لابد منا هاي آخر جمعة يعني نكون مع بعض نشرب قهوتنا هيك رايقة، بعدين خلص كل واحد بيروح على بيته. وهيك كانت نهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. وحبايب قلبي ما تنسوا تدعموني بالاشتراك وكلمة حلوة ولايك لو سمحتوا. برجع لكم فيديو جديد بإذن الله. سلام صبايا.